اليوم التاني من معسكر لم المتراكم لمنهج الثانويه العامه كله في 35 يوم. لو ما شفتش اليوم الاول لازم تروح تشوف، يعني اتمنى تروح تشوفه علشان تبقى ماشي معانا في المعسكر ده. الناس اللي بتقول يا ريت تنزلي المهام بدري شويه، انا بنزلها لكم قبلها بيوم كامل، فاعتقد ما عندكوش اي حاجه. تمام. طيب بالنسبه ان هو حصل تعديل بسيط قوي في الخطه، ان احنا كنا المفروض النهارده هيكون اليوم الثالث في المعسكر، بس بما ان في ناس شافت الفيديو شويه متاخر فاحنا النهارده هنبقى اليوم الثاني، بس مهام اليوم الثالث برده هتنزل عشان الناس اللي بدأ من اول يوم خالص. انتوا فاهمين؟ يعني المفروض النهارده يكون اليوم الثالث، بس عشان في ناس ما بداتش او بدات متاخر فالنهارده هيبقى اليوم الثاني في الفيديوهات عادي. لكن في ناس اللي بدا هتمشي في اليوم الثالث، وكده كده هنزل لكم مهام اليوم الثالث. والناس اللي بتقول هل بالجدول ده هلم المتراكم، لا حضرتك انت هتلم المنهج كله. كلمه مستحيل الم منهج ثانويه عامه في 35 يوم، مالكش دعوه، خليك بس ماشي ورايا وان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله مش هتخسر. خلونا نبدا في مهام اليوم الثاني عشان ما اطولش عليكم. المفروض ان احنا كان النهارده عندنا الدرس الاول فصل اول فيزياء، والدرس الاول فصل خامس فيزياء، اللي هو يعتبر اول درس كهربيه مع اول درس حديثه جرامر يونت 1. ده كان المفروض مهام اليوم الثاني بتاعنا. طيب المفروض ان انت اصلا اوريدي خدت كلمات يونت 1، عشان كده بقول لك جرامر يونت 1. طيب هقول لك ازاي تذاكر كهربيه وازاي تذاكر حديثه باختصار شديد. طيب بالنسبه لدرس الكهربيه لك شويه منك مجهود، بس الدرس الاول في الفيزياء عموما مش صعبه خالص. هو بيتكلم عن ايه؟ اتجاه التيار، خروج من القطب الموجب ولا القطب السالب، وبيتكلم على شويه قوانين كده للتيار الكهربي وفرق الجهد والمقاومه والحاجات دي والطاقه والقدره واضاءه المصابيح والكلام ده. ده الدرس الاول. الدرس الاول مش صعب خالص خالص خالص، بم معاك في ساعتين كشرح، بس الفكره كلها ان انا عايزاك تحل قدهم، يعني مثلا تحلك 3 ساعات كده على الاقل في الدرس ده بالذات، لان الدرس ده يعتبر هو القاعده لباقي الكهربيه. يعني مثلا في الفصل الثاني هتلاقي عندك موجود برضه شده التيار، في الفصل الثالث هتلاقي موجود شده التيار، في الفصل الرابع هتلاقي موجود شده التيار. طب هل هو كل مره هيقعد يقول لك شده التيار قانونها ايه؟ لا، انت لازم تكون عارفها، فانا مش عايزاك تكرر في الفصل ده بالذات. الحديثه سهله جدا جدا جدا، هي اصلا معظمها حفظ، والاسئله بتاعتها بتكون مباشره قوي، ممكن كمان يكون فيها اسئله نظري، فما تستهترش بالجزء النظري اللي موجود فيها. تمام. سواء عندك مثلا ترتيب الاصوات اللي هو كان عندك، اللي هو الراديو والطول الموجي، يعني الراديو واسمه ايه ده، والضوء المرئي والاشعه الحمراء والاشعه البنفسجيه وجاما واكس والكلام ده كله، لازم تعرف ترتيبهم. تمام. من حيث الطول الموجي اللي هو طبعا هو اكبر طول موجي هيبقى اقل تردد، لان طبعا ما بينهم علاقه عكسيه. واللي هو اللي كان فيه اللي هو المنحنى بتاع فين ده تقريبا، مش فاكره تقريبا الاسم، بس هو بسيط جدا جدا، مش هياخد معاك تقريبا برده ساعتين بالكتير قوي، والحل بتاعه هيبقى سهل قوي لانه مش مسائل، هتبقى معظمها كلام كده نظري، فلازم تكون مذاكره كويس قوي وحافظ كل الحاجات اللي موجوده فيه. طيب هتسمعوا لمين فيزياء؟ اي حد انتوا بتفضلوه. في مستر محمود مجدي، في مستر عبد المعبود. ده بالنسبه للفيزياء. جزء بسيط قوي النهارده معاك ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله هتخلصوا كمان في اقل من نص يوم. الجرامر مش هياخد معاك وقت زي الكلمات. هتكتب شرح جرامر يونت 1 هيظهر لك مليون فيديو، اختار الفيديو اللي انت حابه. وانت بتسمع الجرامر بالذات يا ريت تكتب القواعد ورا المستر بالطريقه اللي هو يشرح لك بيها، ما تقوليش سلمى الجرامر الموجود معايا في الكتاب وهشوف الكتاب وهذاكر منه. لا، الجرامر لما انت بتكتبه بايدك زي النحو كده، زي ما انا قلت لك امبارح، افضل بكتير جدا جدا. انت لما بتكون اصلا مخلص المحاضره بتبقى تقريبا مذاكر 70% من الجرامر من قبل اصلا ما تقعد تذاكره مع نفسك، فاكتبه وانت بتسمع المحاضره. تمام. هتحل من اي كتاب معاك، كتاب المعاصر، كتاب بيت باي بيت، كتاب جيب، كده كده جرامر يونت 1 هو عباره عن ازمنه، فسهل قوي هيتلم معاك. بالنسبه للفيزياء، حل يا سلمى من كتب مراجعه نهائيه ولا حل من كتب الشرح الاساسي؟ لو انت جايب كتاب المراجعه النهائيه وهو متقسم لدروس، يعني مثلا كاتبين الدرس الاول الدرس الثاني وهكذا، حل منه. لو انت جايب كتاب المراجعه النهائيه ومعاك كتاب الشرح وما حلتوش، حل من كتاب الشرح. زي ما انا قلت لك انا مديك المهام بالدروس، فسهل جدا ان انت تحلها بالدرس، يعني انت تحل عادي من كتاب الشرح. ان شاء الله بعد ما نخلص المعسكر بتاع ال 35 يوم المنهج كله كشرح، ده احنا دلوقتي بنسمع شرح وبنحل دروس بالشرح، هعمل لكم ان شاء الله معسكر مراجعه ان شاء الله باذن الله، يعني حل من كتاب الشرح، لان انا اصلا مديك المهام بالدروس، فسهل جدا تحل من كتاب الشرح. ان شاء الله بعد ما نخلص المعسكر بتاع لم المتراكم بالدروس اللي هو يعتبر من لم المنهج عادي جدا، هنعمل معسكر مراجعه، فما تقلقش قوي من حته المراجعه، وطالما انا هراجع امتى وحل امتى ما تقلقش، ان شاء الله ان شاء الله باذن الله اكون معاكم. يعني حابه اطلب منكم طلب بسيط قوي، يعني بما ان احنا 47000 على اليوتيوب و 68000 على التيك توك، فعايزه اللي عندي على تيك توك يروحوا يعملوا اشتراك على قناه اليوتيوب اسمها سلمى هلال عشان نوصل 50000، وعايزه اللي على اليوتيوب يروحوا يعملوا اشتراك على قناه او صفحه التيك توك عشان نوصل 70000. ويا ريت اي حد بيتفرج برده على الفيديو يعمل فولو علشان نفسك، لانك كده كده هتحتاج الفيديوهات بتاعتي. انا قلت لك دلوقتي بنلم المعسكر، فانت لازم تكون متابعني علشان اول ما الفيديو ينزل يبعت لك اشعار على طول تبدا على طول في المهام بتاعتك. لازم تكون متابعني على التليجرام عشان بينزل عليه المهام. وبرده القناه بتاعتي تيك توك دي مهمه جدا جدا جدا، برده هنسيبكم عليها حاجات هتلاقوها تحت اسمي في كلمه متابعه كده، طبعا نعمل متابعه عشان عيب يعني، هيبقى قوي الكلام ده. تمام. بحبكم في الله، وان شاء الله استناكم في اليوم التالت.